من داخل منطقة الماكس انتقلت عدسة جريدة المساء العربي للوقوف على الحادثة اللي حصلت بانفجار أنبوبة بوتاجاز. صاحب البيت موجود وبعض السكان، هنسألهم ايه اللي حصل. عرفنا بنفسك. محمد محمود علي شعبان. مين حضرتك؟ صاحب البيت. انت صاحب البيت؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك انا جيت من الشغل، كان الشغل قريب مني هنا، لقيت انفجار جامد. كنت موجود ساعتها يعني؟ لا انا جيت على انفجار، يعني سمعت الصوت جامد، سبت الشغل اللي بايده جريت، ان انا قريب من البيت هنا. الشغل جنبي. وبعدين فلقيت حضرتك البيت منهار خالص، وقع والعفش كله. البيت اللي وقع ده هو في انه دور؟ الدور الفوقاني نزل تحت على الدور الثاني علوي يعني، او الاول علوي؟ اول دور علوي. نزل على الارضي؟ نزل على تحت. والسبب حدوث الانفجار ده ايه؟ ما بيقولوا كان بيستحمى وبيشطف بالبتاع ديت، عملت غاز يعني، فتح شويه معاه. راحت ضربه الانبوبه. انبوبه كبيره ولا صغيره؟ كبيره حضرتك. انبوبه كبيره؟ وهو منصاب ولا في حد جرى له حاجه؟ في المستشفى. ايه اللي جرى له؟ تعويري برضو في رجله وفي دماغه، كدمات جامده. وانفجار الانبوبه ادى لايه؟ يعني هو جرى له حاجه ولا في البيت بس؟ لا في البيت بس. يعني هو التهديم اللي احنا شفناه والهدم اللي احنا شفناه ده أيوة. ده نتيجه انفجار الانبوبه؟ مين تاني متضرر؟ ايوه يا استاذ. اتفضل. انا حضرتك جنب العقار، واللي هو حضرتك وقع، وعندي الشقه بتاعتي الشبابيك كلها طارت بالازاز، وعندي شرخات كتيره جوه في الشقه، والرديم اللي فوق كله فوق مني من فوق. انا خايف انام ازاي انا والرديم ده فوق مني، فوق دور بحاله فوق مني، انام ازاي؟ اروح فين؟ مش جالكم المسؤولين؟ بلغتوا النجده وبلغتوا المسؤولين؟ جون بتاع اللي هو بتاع الحي، وبص ومشي، كتب تقرير ومشي. اما احنا الرديم اللي فوق مننا ده، هل نناموا ازاي والرديم فوق مننا؟ هل نناموا ازاي والشروخ دي في بيتنا؟ هل نناموا ازاي والشبابيك دي كلها مفرقعه؟ يعني واخدين من الحلق نفسه، واخد بالك انت، الشقه كلها متبحتره، من ازاز، من شبابيك، من تلفزيون، من فرشه، كله متبهدل. الشقه دي بقى لها قد ايه مبنيه؟ الشقه دي يعني البيت بتاعنا احنا اللي البيوت اللي انا شفتها اللي هي متكسره ديت، والبيوت اللي حواليها اللي حواليها اكتر من 100 سنه اللي احنا قاعدين فيها، اللي احنا فيه ده المتضرر. انا متضرر بيه اكتر من 100 سنه. انت ساكن في ارضي ولا في علوي؟ في ارضي. دور ارضي؟ ايوه يا فندم. والشروخات عندك كتيره يعني؟ الشروخات خايف منها، بقول لحضرتك المباني كلها اللي واقعه كلها فوق مني، فوق الاوضه، وكله متصدع، الشبابيك كلها طايره، الازاز كله طاير. باشمهندس الحي جالك؟ ما هو جه وادى تقريره؟ وادى تقريره. ننتقل لمهندس الحي بكره ان شاء الله ونعرف ايه القرار اللي صدر. مين تاني يا جماعه؟ ايوه يا فندم، احنا برضو متضررين فوق برضو، اوضتين مكسورين، واللي حصل عنده الحادثه دخل الرديم كله عندنا في الشقه. انتوا الشقه الملاصقه للشقه اللي هي انفجرت؟ الاثنين يعتبر الاثنين جنب بعض، لازقين في بعض. السقف بتاعه دخل في بيتنا كله ورديم، وهدم لنا الدنيا فوق، واحنا مش عارفين نروحوا فين ولا نقعدوا فين. والعفش بايظ، يعني الدنيا اتدمرت فوق خالص عندنا. احنا ما نلعبش، المهم بس الارواح الحمد لله ان الارواح ما فيهاش حاجه بس حضرتك احنا هنناموا في الشارع، بس كلهم هيناموا في الشارع، والعفش بتاعه نزل بالبيت، البيت نزل على العفش بتاعه، وده هو مراته وامه واخواته بتاع ده، البيت نزل على العفش، على التلفزيون، بالثلاجه، كله، يعني معهوش حاجه خالص. ايوه ده تبع بيت الله جنبينا. برضه في اخ اهو بيته برضه جنب البيت ده برضه متضرر برضه اهو. بيتك جرى فيه حاجه؟ البيت السقف ولا حيطان ولا ايه؟ كله واقف في بعض. انت اللي ساكن كان جوه والله وطلع كده الحمد لله. انت ساكن في الشقه اللي هي تحت الشقه اللي اتهدمت ديت؟ اللي حصل لها انهيار؟ لا جنب التاني برضه. انا وابويا قاعدين فيها، ابويا طلع من هنا ووقع بقى. عموما من خلال اللقاء بنتوجه للسيد رئيس حي العجمي والساده المهندسين لاتخاذ قرار بخصوص هذا الشأن. حد عايز يقول حاجه؟ ايوه عايز اقول لحضرتك. اتفضل. احنا بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو جايب لنا حقنا، مفيش مسؤولين بتعمل اي حاجه خالص. مفيش مسؤولين في البلد. احنا بنناشد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي اللي احنا انتخبناه وبنحبه، اللي هو جايب لنا حقنا. بس احنا مش عايزين حاجه تاني. احنا دلوقتي البيوت هتقع علينا دلوقتي، احنا نروح فين دلوقتي؟ احنا خايفين نناموا دلوقتي. طب البيوت بتاعتكم ديت اساسا بيوت دي اساسا بيوت عشوائيه. ايوه بيوت عشوائيه. بيوت عشوائيه، والاخ اللي بيتكلم بيقول لك ان البيت ده بقى له 100 سنه، يعني اي حاجه النهارده وصلت ل 100 سنه واخد بالك، فطبعا يعني ايه كل حاجه لازم بيبقى لها عمر
افتراضي، وبعدين دي ما وقعتش كده، دي وقعت نتيجه انفجار او حاجه معينه. ايوه فندم. فرئيس الدوله هيعمل ايه؟ يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل ايه في بيت بقاله النهارده 100 سنه وحصل انفجار فيه؟ يعني قضاء وقدر. انما احنا بنناشد المسؤولين ان هم يشوفوا لكم واضح. المسؤولين مش هيعملوا حاجه صح؟ لا ان شاء الله كل واحد يعمل حاجه ان شاء الله. المسؤولين ان شاء الله تعمل حاجه. رئيس الحي موجود ان شاء الله، والمدير الامن موجود، والراجل ما بيتاخرش عن اي حد، وربنا يسهل ان شاء الله. حضرتك انا الشقه بتاعتي انا خايف اخش انام في الاوضه بتاعتي. الرديم كله فوق مني. الرديم كله فوق مني. بتوع الشقه اللي فوق مني. الرديم كله فوقيه. اخش انام ازاي تحت انا في الاوضه ازاي؟ والله حاولت النهارده يعني على قد ما تقدر كده اهو تتصرفوا مع نفسكم لغايه بكره، تشيلوا الانقاض اللي هي فوق عشان ما تبقاش حمل على السوفه بتاعتكم لحين ما يجي الحي ويقرر ايه اللي هيتعمل. المعاينه قالت ما تشيلوش حاجه خالص، كنا في دلوقتي قال لك ما تشيلوش اي حاجه من مكانها. خلاص حاولوا ان انتوا تبعدوا بقى بعيد عن البيات تحت المكان دهوت لحين بكره ما يتم اللي هنشوفه ايه اللي هيتم، وهنتصل بالساده المسؤولين في الحي ونشوفوا ايه اللي هيتم، وربنا يسهل بامر الله. شكرا جزيلا.